اللي بيطلع يناضل في الثوره، وفيهم رموز القريه اللي بيحلوا مشاكل الحد وبيصالحوا الناس لما يختلفوا على بعض. عاوزين نعمل تكوين اجتماعي متنوع وقوي. يجمعوا ايه؟ الوطنيه المصريه. يجمعوا ايه؟ ان احنا كلنا ناس متدينين بنحب ديننا ونغير عليه، مسلمين ومسيحيين، ولا نفرق في هذا الوطن ما بين مسلم ومسيحي، كلهم في هذا الوطن سواء في الحقوق والواجبات امام دولة القانون. احنا ما تستني في توزيع الورقة دي شوية ولا ايه؟ زي ما تحبوا. طيب فاحنا بنقول لو عندنا في كل قرية 100 مؤسس يقعدوا مع بعض ويختاروا لجنة من 11 شرط ان نصها على الاقل، يعني 6 على الاقل من القيادة اللي هينتخبوها ديمقراطيا دي يكونوا شباب تحت 35 سنة، لان احنا عاوزين هذا التيار يقودوا الشباب بفكره ومبادرته وطموحه وقدرته على انه ينجز انجاز جديد تنظيمي زي ما انجز انجاز جماهيري قبل كده في ثورة 25 يناير. احنا داخلين على معركة كبيرة من وجهة نظري، معركة اثبات ان التيار الوطنية المصرية هو التيار الغالب في هذا الوطن، هو التيار المعبر عن شخصية مصر ومصالح المصريين، هو التيار المعبر عن ثقافة المصريين المتدينين بدون تعصب، اللي عاوزين عدل اجتماعي بس مش عاوزين يقطعوا رقاب حد، اللي عاوزين استقلال وطني بس مش عاوزين يدخلوا مغامرات غير محسوبة. هذا الاتزان، هذا الوسط، او بمعنى دق يسار الوسط، لان احنا عاوزين نبقى وسط منتمي للفقراء وحقوقهم ومصالحهم وقضاياهم وقلبهم على الست البسيطة والراجل البسيط، وعاوزين يجيبوا له حقوقه في البلد عشان يعيش فيها بكرامة. هذا